كان نفسي اطلع النهارده واقول لكم مبروك يا جمهور الاهلي. تأهل تاريخي للنادي الاهلي في النهائي، ولكن للاسف عقدة كل سنة او عقدة كل كاس عالم الاهلي بيروحوا تبقى فاضل على الحلم تكة. الاهلي يبدأ بطموح كبير جدا جدا جدا، فوق ما يتخيل اي اهلاوي او اي مشجع او محب للكيان، ومرة واحدة تلاقي ان الفرحة والسعادة الكبيرة دي قلبت باحباط شديد جدا، بسبب اللي بيحصل من اللعيبه نفسها او بسبب العقليه، بسبب الاداره. عندي ليك اسباب كتيره جدا هنتكلم فيها النهارده. معلش عارف ان النهارده الحلقه هتبقى طويله شويه، لكن معلش استحملوني عشان في حاجات لازم نتكلم فيها، ما يبقاش فيها ما ينفعش نعديها بمعنى صح. اول نقطه، انا جيت قلت لك قبل المباراه، قلت لك ان الفرقه دي بتلعب كمجموعه واحده، بيدافعوا مع بعض وبيهاجموا مع بعض. قلت لك ان الاهلي هيبقى عنده فرصه كبيره جدا ان هو يلعب على الكور المرتده، وده انا ذكرته في الفيديو اللي فات. وقلت لك ان خطوره النادي الاهلي هتكون من عن طريق بيرسي تاو وحسين الشحات، الاثنين الوينجرز اللي موجوده عند النادي الاهلي. لاني قلت لك برضو ان الباكات سواء مارسيل او الباك التاني الارتداد بتاعهم مش سريع. تمام، والحمد لله كان ربنا موفق الواحد في النقطه دي وكلامي طلع صح. لكن هل النادي الاهلي استغل ده؟ كميه فرص مش طبيعيه النادي الاهلي ضيعها. انا هقول لك كلمه بصراحه، النهارده اللي اتاهل اللي ما يستحقش ان هو يتاهل، يعني تاهل من لا يستحق. لكن معلش، انت مش بتلعب ماتش دوري او ماتش في دوري ابطال اوروبا ولا افريقيا في المجموعات بتجمع نقط، انت بتلعب ماتش يا تكسب يا تخسر. تمام، مش هينفع ان احنا نقسم البلد نصين، مش هينفع ان احنا نقول هارد لك هنعوض. مفيش الكلام ده، انت نازل هتكسب، ما فيهاش كلام تاني، ما فيهاش كلام تاني. وارجع واقول لك نقطه، ما حدش يتكلم مع اللعيبه دي قبل الماتش. زي ما احنا طلعنا اشدنا باللعيبه واشدنا بالجهاز الفني واشدنا بالاداره بعد ماتش الاتحاد، لا معلش، ما حدش هيتكلم مع اللعيبه دي قبل الماتش. اكبر دليل عزيزي المشاهد ان ما حدش هيتكلم مع اللعيبه دي قبل الماتش حاجه مهمه، ان بعد ما الاهلي دخل فيه هدف من ضربه الجزاء، سواء بقى مستحقه ولا مش مستحقه، انا بقول لك وجهه نظري الشخصيه، ضربه الجزاء غير صحيحه. تمام، دي وجهه نظري الشخصيه. لكن عادي، سيناريو متوقع، سيناريو متوقع ان انا البس هدف طبيعي. انت مش بتلعب قصاد فرقه مجهوله الهويه، انت بتلعب قصاد بطل كاس الليبرتادوريس، فرقه برازيليه، مدير فني برازيلي على اعلى مستوى، لعيبه عاليه فنيه. تمام، بس جيت قلت لك ان اللعيبه دي عندها شويه مشاكل، انت ما قدرتش تستغل المشاكل دي. اهم المشاكل اللي جيت قلت لك عليها ان انت ما عرفتش تستغلها، ان اللعيبه دي ما عندهاش ارتداد سريع. انا عايز افهم حسين الشحات، بيرسي تاو، كهربا، ايه كميه الفرص اللي ضاعت دي؟ مش طبيعي، مش طبيعي ان الاهلي لو انت جبت اي واحد بعيد عن الانتماء ووريته الماتش تقول مستحيل ان الفرقه اللي كانت بتهاجم في الشوط الاولاني يبقى ده مستواها بعد ما استقبلت هدف في الدقيقه 70 ولا 72. مستحيل. وارجع واقول لك بقى هي النقطه او مربط الفرس، العقليه. العقليه اللي موجوده عند اللاعب المصري، العقليه اللي موجوده عند لعيبه النادي الاهلي. زي ما انت لعبت البايرن وكنت خايف وكنت هايب الموقف زياده عن اللزوم، انا جيت قلت لك دول 11 لعيب زي ما انت عندك 11 لعيب، انتوا بني ادمين في الاول وفي الاخر. لكن ايه، بص، اكبر دليل ان مستوى الاهلي اتغير بعد الهدف، الاهلي عمل كميه ميس باص بعد الهدف، الاهلي لعب بعد الهدف ما يقارب تقريبا تقريبا 21 دقيقه او 22 دقيقه. الاهلي عمل كميه ميس باص في الفتره دي اكتر من اللي الاهلي عملها طول المباراه قبل الهدف. تمام، الاهلي حتى لما وصل بفرص ما عرفش يستغلها. انا ما اقدرش اقول ان النهارده الحارس كان كويس بتاع فريق فلومينينسي. عارف ليه ما اقدرش اقول ان الحارس كان كويس؟ لان كل الفرص اللي كانت بتروح على الحارس كانت في ايده. كرة كهربا، كرة بيرسي تاو كانت في ايده، كرة كهربا كانت في ايده، كرة طاهر كانت في ايده. فسوء حظ، تخاذل من اللعيبه، اوصفها زي ما انت عايز توصفها. اجي اكلمك على نقطة مهمة جدا اتكلمت عليها، قلت ان لو بيرسي تاو فايق النادي الاهلي يبقى في حتة تانية. طب ليه؟ لسبب بسيط جدا جدا جدا، ان جيت قلت لك ان اعتماد النادي الاهلي او اعتماد كولر في المباراه دي هيبقى على بيرسي تاو، اسرع لعيب موجود في النادي الاهلي. وانت هتلعب قصاد فرقه عندها بلوكات، فرقه مهاريه، فرقه بتلعب كوره شوارع، فرقه لو انت جيت بصيت ابسط كلمه هتقولها عليها كمشجع ان اللعيبه دي حافظين اماكن بعض بطريقه مش طبيعيه.
حافظين طريقه لعب بعض، كل واحد حافظ ان لما الكوره تتلعب مثلا كده ده هيروح بالطريقه التانيه دي هناك، لما اعمل الباص بعرض الملعب انا هتحرك هناك. جيت قلت لك الكلام ده كله، انا جيت قلت لك ان النادي الاهلي هيقابل فرقه بتمتاز بالعشوائيه، والعشوائيه في كره القدم ان انت هتلاقي لا مركزيه موجوده في الملعب، يعني انت ممكن تلاقي ان مارسيلو هو اللي رايح يهاجم، وده حصل انا قايلها لك كده بالنص في الفيديو، تمام، في الفيديو اللي قبل ده. ايه اللي حصل لما مارسيلو هو اللي رجع يهاجم او هو اللي راح يهاجم؟ الاقي بيرس تاو هو اللي رايح مع مارسيلو. طب فين اكرم؟ فين هاني؟ انا بقى النهارده لما انا شفت التشكيل وقلت لقيت اكرم وهاني، كنت متاكد مليون في الميه ان هو عايز يوقف خطوره كيمو على قد ما يقدر، لان جيت قلت لك اقوى جبهه هتبقى موجوده في فرقه فلورنسي هي جبهه كيمو ومارسيلو، الاعتماد على السرعات، وفي نفس الوقت انت لو جيت لاحظت حاجه مهمه جدا في الشوط الثاني. الشوط الثاني لما بدا ايه اللي حصل؟ الشوط الاولاني عموما ما كانش مارسيلو بيهاجم، تمام، ما كانش في خطوره تذكر لمارسيلو، تمام. فالشوط الثاني ايه اللي حصل؟ لما اللعيبه الاثنين الوينجرز تعبوا، ايه اللي حصل؟ الاثنين الباكات هم اللي ابتدوا يهاجموا، هنا ظهرت اللامركزيه اللي حكيت لك عنها، فكل لعيب كان في كامل قوته. انت لو جيت بصيت هتلاقي ان مارسيلو كان بيبدل مع اللعيب الثاني اللي هو سجل هدف في النادي الاهلي، تمام، هتلاقي ان كيمو كان بيروح يمين، كان بيروح شمال، اندريا اللي قلت لك عليه كان بيتحرك او بيفتح طرف يمين وبيفتح طرف شمال، كان في تنوع في اللعب من فرقه فلومنسي. هم قابلوا وعارفين ان هم هيقابلوا فريق قوي، تمام، فريق بيمتاز ان هو دفاعيا عالي، لكن زي ما جيت قلت لك ان اللعيبه دي ما حدش كان بيتكلم معاها ان لو اللعيبه دي استقبلت هدف ايه اللي هيحصل. انا نفسي افهم، هل حد اتكلم مع لعيبه النادي الاهلي قبل المباراه وقال لهم لو استقبلنا هدف ايه اللي هيحصل؟ لان بالمنطق مع احترامي للجميع والاراء الناس كلها، اللعيبه دي ما حدش اتكلم معاها دقيقتين على بعض وقال لهم يا جماعه لو احنا لبسنا جون ايه اللي هيحصل؟ لان بعد ما الاهلي استقبل الهدف، لا انت كنت بتلعب بطريقه، ومره واحده لقيت اللعيبه كلها اتحولت، كل اللعيبه اللي في الملعب بلا استثناء من اول الشناوي لغايه كهربا، كل اللعيبه بقت زي الزفت، كل اللعيبه كميه ميس باص، يكفي ان اقول لك ان ال 11 اللي كانوا في الملعب عملوا ميس باص، ال 11 حتى الشناوي عمل ميس باص، كانت صراحه هجمه خطيره على النادي الاهلي. فده يدل ان انت ما عندكش العقليه اللي تاهلك لنهائي كاس العالم، انت بتقابل مدارس مختلفه، مش لازم ان انت، احنا خلاص عرفنا ان الاهلي كبير العرب وكبير افريقيا والكلام ده كله، لكن انت دلوقتي بتحتك بمدارس مختلفه، لازم يبقى عندك العقل اللي يميز ان انا بتعامل مع فريق برازيلي غير اللي بتعامل مع الاتحاد السعودي غير اللي بتعامل مع الزمالك، تمام. كل واحد او كل فرقه ليها مدرسه وليها عقليه، وكل واحد شغال بطريقه، لكن ما ينفعش ان انا الاعب كل الناس بنفس الطريقه. فانا استغربت بصراحه رد فعل لعيبه النادي الاهلي، لكن السيناريو ده احنا بنتكلم فيه كل سنه يا جماعه، كل سنه نقعد نفس القعده، وكل سنه الاهلاويه يقولوا نفس الكلام والاعلام يطلع يقول نفس الكلام، وانا ارجع اقول لك على حاجه، النهارده معلش مع احترامي اي واحد اهلاوي شاف ان النهارده كهربا غير موفق، مين اللي نزل من الاهلي؟ طاهر يلعب مهاجم، او بيرسي تاو اتحرك راح المهاجم، ايا كان، لان انت ما عندكش مهاجم. عقده المهاجم اللي موجوده عند النادي الاهلي، معلش، احد اسباب ان الاهلي ما تاهلش للنهائي السنه دي هي الاداره، الاداره اللي ما عرفتش توفر مهاجم محترم الاهلي يخش بيه كاس العالم، عشان بس نكون صراحه. غير بقى الكلام اللي انا سمعته ان اداره النادي الاهلي قالت ان كاس العالم كان اخر فرصه لموديست ان هو يثبت نفسه وهيمشي في يناير. طب انت جبته في ايه واستفدت بيه في ايه؟ انت لو كنت جبت لعيب، انت لو كنت جبت اوفا بتاع انبي كنت استفدت بيه اكتر من كده يا راجل، لكن احنا ما استفدناش بموديست في حاجه. النادي الاهلي داخل كاس العالم بكهربا اللي هو مش مهاجم اصلا، فبالتالي لما كهربا ما كانش موفق انت ما عرفتش تسجل هدف، طبيعي، طبيعي، وما لومش على كهربا النهارده، مش طبيعي ان كهربا لازم يكون في كل ماتش هو اللي موفق، هو يبقى رجل المباراه، هو يبقى احسن لعيب، لا، مش طبيعي يا جماعه. النهارده اسوأ لعيب في النادي الاهلي هو بيرستاو، اسوأ لعيب، يعني انا دايما بقول ان بيرستاو لعيب هو مفتاح اللعب النادي الاهلي وهو من احسن اللعيبه الموجوده في النادي الاهلي، لكن النهارده بيرستاو ما كانش فيه اي قرار خده صح في الملعب، واحسن واحد كان موجود في النادي الاهلي هو كان ياسر ابراهيم، ياسر ابراهيم اللي بصراحه مجهوده ضاع، يعني انا قلت ان ياسر ابراهيم النهارده بعد الهدفين هو مجهوده ضاع، لكن معلش يعني احنا هنقول ايه؟ انت قدامك دلوقتي فرصه انك تلعب على البرونزيه، انك تحقق انجاز قدام فرقه يعني بنسبه 90% مانشستر سيتي ولا يتاهل، فقدام فرقه الى حد ما مش قويه، تمام، تقدر لو انت لعبت بنفس المستوى اللي انت لعبت بيه الشوط الاولاني تكسبها، لكن هل العقليه هتسعف في النادي الاهلي
ان هو يحصد المركز الثالث، ده اللي هنشوفه في الفتره اللي جايه. شكرا.